جماعة الدكتور ماشي جات لك على طول. فلوسك ايه ده قليل. رياض عاطف، ده انت تبوس ايدك وش وظهر ان انا بديك حاجه، ده انا اكسر الاجزخانه دي على دماغك واخد اللي انا عايزه. وعلى ايه يعني؟ طب سيب خلاص، هجيب لك. ايه ده؟ خد امسك اتكل على الله بقى من هنا قبل الدكتور ما يجي يعمل لنا مشكله. على ما تجيش الا بالساك. الله 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 يا بنت يا ندى، اتدورت وحلويت يا بنت اهو. انت اتجننت ولا ايه؟ اتجننت يا بنت؟ انا عملت لك حاجه؟ بقول لك ايه، لو ما احترمتش نفسك انا هلم عليك الناس كلها وهقول لابويا وامي. انا بقول لك اهو. يا بنت انت بتخوفيني بابوكي وامك، انا عملت لك حاجه؟ لا في يا بنت ندى. تصدقي يا ماما التلقيحه ده عمال بيعاكس فيا ويقول لي اتدورتي وحلوتي. اتدورتي وحلوتي؟ يا وصل لكده يا ناقص يا واطي. الكلام ده تعمله في المشي البطال اللي انت ماشيه. في ايه؟ انتوا واخدين الشارع لحسابكم؟ واخدينه لحسابنا. الله ما عملتلهاش حاجه. مش بنت السراد اللي تقلها الكلام ده. بقول لك ايه، انا ما يهمنيش السرادي ولا غيره، ما تهتنيش. اخرس اوعى تجيب سيره السرادي، وانا اوصلها للسرادي ده. انا لو قلت له هياخدك في ميدان عام يقطم رقبتك على صدرك. مش كبات واطلع على فوق. يا ماما تعالي معايا بس. غوري بقول لك اطلع على فوق يلا. هو انا هسيبك؟ يلا يا عبد، يلا شوف وراك ايه. خلاص يا ست ام باسم، حصل خير. استنى بس يا حسونه، اما نشوف مرات البعبع دي شوقها ايه. اخرس ده قطع لسانك. بعبع اللي بتتكلم عنه ده معفن قدام واحد واطي معفن زيك. وانت بقى يا اختي اللي هتقفي قصادي. ايوه ابو صادق وادي العيانه اهي. اوعى وانا تشبشب على دماغك ودماغ اللي شدتك كمان. اوعوا سيبوني. ماشي يا نجاة ماشي. ليك راجل بقى هدفعه ثمن اللي انت عملتيه ده غالي قوي. اخرس راجل، وانا هستنى لما يجي الراجل. سيبوه عشان اخلي وش شوارع ويلعبوا في وشك الباغ. كفايه كده يا ست ام باسم. مش من مقامك يا ست الكل. استهدي بالله واطلعي على بيتك. انا هطلع يا معلم حسونه، بس لعلمك وعلم الصغير والكبير في الحته دي. احنا طول عمرنا عايشين بشرفنا اذا كنت انا ولا اولادي، لكن اللي يغلط فينا اقرقشه باسناني. اوعي يا ولاد خليني اوري له مهمه. اوعي بقى يا راجل يا نايس، مش مكسوف على دمك يا واطي تبص البت من دور ولادك. يا خسيس يا واطي اتفخس عليك وحياة امك كل يوم من ده. انا قاعده لك بقى وحياة امك. دي خناقه دي ولا ايه؟ مين بيتخانق وابو العزم في الحته؟ حد يستجري يرفع حسه وابو العزم موجود؟ ايه يعني سكتوا؟ خفتوا؟ مسيركوا طاعوا في ايديا. اللي يمسح حد من اهل الحاره الا ابو العزم في توتها يبقى ضيع نفسه. الدنيا تقل خيرها يابا. كل واحد يقول لي هجيب لك شغل، هدور لك على شغل، وساعة الجد يطلع كلامه على فشوش. بالذمة مش مكسوف من نفسك وانت في السن ده وبتقول الكلام ده؟ دي بنتك على وش جواز، وطول عمرك ما عمرتش في اي شغلانة ولا هتعمر. حظ كده يابا، حظ كده. ده الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. انت اللي طول عمرك مش جدع. بص شوف اخوك راضي بيتضرب بيه المثل في الرجوله والجدعنه. ايه يابا؟ وانا كل ما اجيلك تقول لي راضي راضي راضي؟ طب اعمل ايه بس؟ ما انا بدور على شغل بس متقفله. اللي عايز يشتغل هيلاقي شغل، دي حاجه فاضيه. طب ايدي على كتفك يا حاج. ولو انك ما تستاهلش زي بعضه، تعال اشتغل معايا هنا في المشتل. مشتل؟ ايه وانت طول؟ لا يا حاج، ما مش القصد يعني. شغلك معايا هنا في المشتل يا عرفه اخر فرصه ليك. لو ناوي تبقى جدع هعلمك وافهمك. وانا يا ابني يلا حسن الختام. وهو المشتل ده برضه يسترك انت وبيتك، وهيبطلك بقى الحجج اياها انك بتتضايق في الشغل بره وبيتمريسوا عليك عشان كده تملي تسيب الشغل. ماشي يا حاج ماشي.
طب سيبني بس كده ادورها في دماغي حبتين. دور يا فالح، ده حق انا اللي ادورها في دماغي، لان شكلك كده هتتعبني لما تشتغل معايا. مقبولة منك يا حاج. بقول لك ايه يابا؟ ايه تاني؟ ما تشوف لي معاك اي حاجه كده، احسن المسائل مقشفره وناشفه على الاخر. لا حول ولا قوة الا بالله. خد يا ابني. بس بقول لك ايه، ما تاخدش على حكاية مد الايد دي، لانها مش عجباني. لا جدودك ولا ابوك ولا اخوك عمرهم مدوا ايدهم لحد، طول عمرهم بياكلوا من عرق جبينهم. طبعا يابا، ده شيء مفهوم. انا بمد ايدي لابويا مش لحد غريب. لو فاهم بجد هتمسك في فرصة شغلك في المشتل هنا بايديك واسنانك. باذن الله يابا، باذن الله. ادعي لي يابا، ادعي لي. خسرتك عرفه. انا مش قادر افهم، حد فيكم فهمني ازاي اهل الحته كلهم يسكتوا على حاجه زي كده؟ انا عن نفسي منعته يقرب ناحيه الاجزخانه وهددته لو هرب ناحيتها هبلغ البوليس. الواد ده لازم نأدبه. تأدبه؟ هو تلميذ عندك يا استاذ شاكر؟ بقول لك ايه، ابعد انت عن الموضوع ده، انت مش حمل غلاسه عبده. الله، طب ما نكلم ابوه. ابوه؟ ابو العزم ده مش دريان بالدنيا، ده عايش في ابو قديمه. جرى يا معلم، انت واخد صف عبده ولا ايه؟ انا مش واخد صف حد، انما بقول لكم على الكلام المفيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس انك جيت يا سرادي. الواد عبده ده لازم تسحبه على الاسم. ليه عمل ايه؟ خلاص بقى يا استاذ شاكر. ما تاخدش على كلام الاستاذ شاكر، دي حكايه بسيطه كده وعدل. الله، في ايه يا جماعه؟ لا مفيش حاجه يا راضي. لا في وانا هحكي للأستاذ راضي على كل حاجه. ايه بس يا راضي حبيبي، مالك داخل مبوظ كده ليه؟ ولا زعابيب امشير؟ في ايه بس؟ خلاص مت انا يا نجاة. بعد الشر يا اخويا عليك، فلا الله ولا فالك. مت ايه؟ طولة العمر يا رب. تقومي تقف يا نجاة في الحاره تتخانقي مع الزفت اللي اسمه عبده ده قدام الرايح والجاي؟ يا حصلت لحد كده؟ اخص عليها حاره، ليه هيبلغوك؟ ايه رايك بقى ان الحاره دي ما تبلش بقها فوله؟ وبعدين هو انا اللي رميت بلاها عليه؟ هو اللي رمى بلاها عليا ولقح كلام على بنتك، وانت عارف مراتك ما بتسيبش حقها. تقومي تمدي ايدك عليه يا نجاة. الله، افرضي الواد ده كان مبلبع حاجه ومد ايده عليك. يمد ايده عليا؟ ده انا كنت قطعتها له من هنا. وبعدين يمد ايده على مين؟ ده انا مرات السر راضي على سنه ورمح. تستني الراجل بتاعك لما يجي يا نجاة وتحكي له على كل حاجه، ولما ما اجيبلكيش حقك لا انت ولا بنتك يبقى اعملي فيا اللي انت عايزه تعمليه. ولا انا مش مالي عينك يا نجاة؟ يا نهار اسود، مش مالي عيني ده ايه؟ ده انت تملى عين الباشا، اقول لك تملى عين الشمس نفسها. خلاص يا نجاة، بس حسك عينك يتكرر ده تاني، تفهم ولا لا؟ حاضر يا اخويا، عينيا الاتنين. ولما اموت يا ست بعملي اللي انت عاوزاه. يا والنبي ما انت قايلها. بعد الشر عليك ان شاء الله، هو واللي جايبينه وعيلته كلها.